السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ جايلكم النهاردة بوصفة البرجر. وصفتي معتمداها بقالي سنين، كل اللي جربها بطريقتي عجبته جدا 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 واعتمد الوصفة. تمام، بصوا بقى، جايلكم بوصفة النهاردة. البرجر بتاعك عمره ما هيكش معاكي، هيفضل كده على قوامه طري جوسي كده من جوه. تمام، اللحمة بتاعته مظبوطة. هتشوفي الإضافات اللي أنا ضفتها النهاردة في الفيديو، هيعجبك جدا. بس لأول مرة تشوفوني، أنا اسمي منى ودي قناتي. اشتركوا في القناة وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم إشعار بكل وصفة جديدة بنزلها على القناة. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جبت النهاردة 8 كيلو، اللي هو 125 جرام من فول الصويا. فول الصويا هو بقى اللي هيزود لك الكمية ويخلي طعمه حلو قوي، مش هيخلي له اي طعم غريب. يعني حسي طعم كده البرجر اللي بتاكليها زي طعم البرجر الجاهز بالظبط، بالعكس بل احسن وانضف، وكمان مش هيكش منك وانت بتقليه. بس كملوا الوصفة لحد الآخر، وكملوا الفيديو لحد الآخر هنشوف عملنا ايه. خلاص، وهنا دول 400 جرام من اللحمة، بس دول ما كانوش 400 جرام لحمة صافي. تمام، يعني اللحمة أصلا وهي مفرومة بدهن، وكان فيها حوالي 70 جرام كده من الدهن. يعني وصفة النهاردة دي معمولة بحوالي 270 جرام كده من اللحمة المفرومة. تمام، لأن الدهن طبعا بيسيح فبيكش، فما بيديكيش القوام بتاع اللحمة. خلاص كده بيدي طعم بس. خلاص كده حطينا اللحمة هنا ووزناها وخلاص على كده. تمام، طلعت معايا 400 جرام. طلعت اللحمة بتاعتي 400 جرام بالظبط، بس زي ما قلت لكم بالدهن وكده هي حوالي 270 جرام كده. خلاص، يعني ربع كيلو وشوية. خلاص، فاحنا حطينا لها 8 كيلو من الفول الصويا. 8 كيلو من فول الصويا على ربع كيلو ده كتير قوي. خلاص، احنا لما بنيجي نعمل، خلاص، بنعمل كيلو اللحمة بياخد ربع كيلو فول صويا. نص كيلو اللحمة صافي، تمام، مفرومة، تاخد ربع كيلو، اللي هو زي النهاردة كده. بس كميتي كانت كتير. طيب الكمية كانت كتير، هعالجها ازاي؟ هعالجها بالنشا. حطيت معلقتين نشا، بس هما ما بانوش يا جماعة في الوصفة، عشان كده بقول لكم كملوا الوصفة لحد الآخر. طيب فول الصويا ده بيجي ناشف كده من على العطار، من عند العطار بالشكل ده. هعمل له ايه؟ هنقعه في المية كده حوالي ربع ساعة تلت ساعة كده بالكتير. خلاص، بعد ما بنقعه في المية، تمام، بينفش معاكي. خلاص، هحتاج بصلتين متوسطين كده. تمام، يعني من بصلتين متوسطين لبصلاية واحدة. خلاص كده فول الصويا اتنقع معايا وخد فترة النقع بتاعته كده. تمام، هصفيه في مصفى. بس اول لما اصفيه في مصفى كده، بصوا بعصوره اكتر ما عندي، يعني ما تخليش فيه فتفوتة مية. تعصريه على قد ما تقدري، ما تخليش فيه مية خالص. خلاص، ودول بصلتين متوسطين فرمتهم فرم ناعم كده. تمام، بس انا عملتهم في المبشرة. لو انت عايزاها تبقى ناعمة كويس جدا زي كده وما تبانش معاكي في الوصفة، في المبشرة. يا اما لو عندك مفرمة، فمفرمة لحمة نزليها في المفرمة. خلاص كده، كده فرمنا البصلتين، هنحط عليهم فول الصويا. بصوا كده انا فرمته كمان في الكبة، تمام، عشان يبقى ناعم كده، ما يبقاش خشن كده زي ما بتجيبينه عند العطار بيبقى خشن او مش هينفع معاكي في الوصفة خالص. تنزليه في الكبة يا في المفرمة. ما عندكيش مفرمة ولا عندك كبة، اديهم لاي جزار، مكوناتك كلها على بعضها هيفرموا لك مع بعض فرمة واحدة، عشان بس البرجر تبقى ناعمة زي الجاهزة. خلاص كده حطيت اللحمة. تمام، وهفرم بقى المكونات دي كلها كده مع بعضها في الكبة او المفرمة، عشان اللحمة كانت خشنة شوية وكان فيها نسبة من الدهن صحيح ما تفرمش. بعد ما فرمتهم كل المكونات كده مع بعضها زي ما انتوا شايفين، هضيف بقى الملح. تمام، مع نص معلقه كده من الملح للكميه دي. تمام، بس هحاول هنا زي ما بقول لكم في الفيديو كده، بقول لكم هنا الملح ما تكتروش خالص في البرجر، عشان بيحدقها ومش بتطلع زي الجاهزه. تمام، فاهم حاجه؟ ما تحطيش ملح كتير. بصوا بقى، معلقه الا ربع كده كبيره من البابريكا. البابريكا بقى بتوديها في حته تانية، بتديها اللون الحلو كده بتاع زي بتاع الجاهزه بالظبط.
خلاص. وحطيت معلقه الا ربع كده من بهارات اللحمه، توديها في حته تانية. ودي بقى معلقه الا ربع كده، يعني بص هو نص كيس من بيكنج باودر، ده بقى اللي بيديها الهيشان وبتخليها بقوامها كده ما تكشش منك وانت بتحمريها. خلاص. ونص معلقه من الفلفل الاسود. هنقلب بقى المكونات بتاعتنا كلها مع بعضها. بص بقى، اول ما بتقلبيها كده مع بعض، البابريكا لما بتندمج كده مع المكونات بتتوه لون الحاجات الاضافات اللي احنا ضفناها. تمام. شايفين بقى زي ما انتم شايفين كده. وصفة النهاردة يا جماعة حلوة جدا جدا جدا، بس كملوا الفيديو لحد الاخر. خلاص. هنشوفوا كمان شكلناها ازاي بطريقة بسيطة وسهلة وسريعة. خلاص. البرجر ده بينفعك بقى في المصايف، بيبقى قمر في الرحلات، مسافرة في السفر كده في الطريق وانتي ماشية، احسن ما تجيبوا سندوتشات من بره بمبلغ وقدره. حاجة نظيفة على ايديكي تبقى قمر في المواصلات. خلاص. انا جربت الموضوع ده. هنا بقى خلاص. بعد ما فرمتها بقى فرمة حلوة، بصوا يعني انا قلبتهم، يعني تقليبة بعجنهم كده مع بعض عشان المكونات تندمج مع بعضها وما يبقاش فيه لون ولون، او البرجر الفول الصويا يبان معاكي في الوصفه، لا مش هيبان خالص. اهم حاجه ان انت تفرميهم مع بعض كده وتقلبيهم مع بعض كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. عجنتيهم يعني، بصي انت مش بتقلبيهم، انت بتعجنيهم عجنه حلوه. هنا بقى بصوا الكميه دي، يعني انا قلت لكم حوالي 270 جرام او 280 جرام من اللحمه. خلاص. بصوا عطتني قد ايه. على 125 جرام من الفول الصويا عطتني كيلو بالظبط، كيلو بالظبط. خلاص. كيلو برجر. هنحطهم بقى في البوله بتاعتي ونرجع بقى نشكلهم. هقول لكم النهارده على طريقه تشكيل سهله جدا، مش هتغلبي فيها. اول حاجه بس بحضر اكياس تلاجة زي ما انتوا شايفين كده، تكون اول استعمال. خلاص. همسك 3 4 اكياس على بعض كده زي ما انتوا شايفين عشان ما اهدرش في اكياس. تمام. ما اقصش اكياس كتير وبعد كده تتركن عندي، وهقصهم بالنص كده. الكيس هقسمه نصين. تمام. هقص الكيس نصين كده واركنهم على جنب. وهجيب غطيان عندي تكون مناسبة كده بالحجم اللي انا عايزة البرجر بيه. عايزة البرجر كبير هتحطي غطا كبير، هتستعملي غطا كبير. عايزة البرجر وسط كده زي ما عملنا النهاردة، كان وسط كده وحلو، هتجيبي الغطيان الوسط دي. تمام. غطيان البرطمانات اللي عندك. هحط بقى الكمية بتاعتك زي ما انت عايزة. عايزة تحطي كتير حطي كتير. هي بصوا لما بتبقى 70 جرام بتبقى حلوة قوي. خلاص. عايزه تزودي شويه زودي براحتك خالص، بس اهم حاجه وانتي بتحمريها. تمام. بتحمريها كويس، او تغطي لو البرجر بتاعتك طلعت سميكه وتخينه. تمام. بتغطي الغطا عليها وانتي بتحمريها بس. اعمليها زي ما انتي عايزه اعملي. في ناس بتحب تحس بطعم اللحوم اكتر من الخضروات، لكن احنا النهارده عملناها وسط كده، كانت زي القمر، كانت زي الجاهزه بالظبط. بصوا بقى، ولا تقولوا لي حلواني، ولا تقولوا لي ثري شيفس، ولا اي ماركه من بره مش هتعجبك زي دي. هتلغي اي براند بتجيبيه من بره، اغلى البراندات من البرجر. بصوا ولا حلواني حتى، قسما بالله انا كنت جربت جميع البرجر من بره، بس خلاص ما بقتش اشتريه من بره تاني. الحمد لله والشكر لله، عاملاه على ايدي في البيت. عارفه المكونات اللي انا حطاها، التوابل بتاعتي حطاها. بصوا يعني بجد انتي، وكنت باكلها قسما بالله انا كنت باكلها من بره الجاهزه، انا بجيبها احمرها في البيت. بص كنت باكلها. كل الكلام اللي كان بيتقال على البرجر والاشاعات اللي كان بتطلع عليه الله اعلم صحيح ولا كانت كذب. بصوا انا كنت بخمنها كده في دماغي، فعلا هو كل الكلام اللي بيقولوه كان صح. دي محطوط لها كذا ودي محطوط لها كذا، لا لكن انتي عامله وصفه على ايديكي في البيت. بصوا انتي ضامنه كل المكونات اللي انتي حطاها. عملتي كميه قليله، عملتي بيها كميه اكبر. تمام. يعني حطيتي خامات قليله صغيره، طلعتي كميه كبيره، وطعمها حلو، لونها حلو، ريحتها حلوه، وهي بتتحمر كده في البيت في الطاسه كده بتقلب البيت. الدهن طبعا البلدي اللي فيها ولحمه بلدي. بصوا يعني حتى لو جبتي لحمه مستورده بايديك انت في البيت برضه هتبقى احلى واطعم واجمل وارخص. بصوا الكيس النهارده كيلو بيعمل قد ايه ومبلغ قد ايه. والسلام عليكم.